تشتري الايفون 15 دلوقتي ولا تستنى شويه لما سلسله ال 16 تنزل؟ ده اللي نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وهقول لكم ايه هي مواصفات الايفون 16 الجديده و16 برو و16 برو ماكس وكل حاجه عن سلسله ال 16 الجديده. وهل تستنى ال 16 اصلا ولا تروح تشتري ال 15 دلوقتي؟ وهل ال 15 هيرخص لما السلسله الجديده تنزل ولا هيفضل بنفس السعر ولا هيقل بسيط؟ كل ده هنتكلم فيه في الفيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي وانا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم ان شاء الله، وان شاء الله النصر قريب وربنا يدمر عدوهم تدميرا ان شاء الله. اول حاجه قبل ما نتكلم عن سلسله البرو والبرو ماكس، خلينا نتكلم عن السلسله العاديه اللي هو ال 16 العادي وال 16 بلس، لان بكل بساطه معظم الحاجات الجديده او الحاجات اللي ظاهره جديده كتصميم هتيجي في الايفون 16 العادي وال 16 بلس. لان اول حاجه خلاص النافذه المربعه بتاعه الكاميرات اللي كانت موجوده في سلسله ال 14 وال 13 وال 12 وال 11 خلاص هتتشال اخيرا، وهيجي تصميم جديد للايفون 16 هيكون شبه تصميم الايفون اكس. شفتوا النافذه اللي كانت موجوده في الايفون اكس والايفون اكس اس ماكس والايفون اكس اس؟ نفس النافذه دي، ولكن طبعا هيبقى فيها النافذه فيها الكاميرتين بارزين وهيبقوا فوق بعض مش عكس بعض زي ما كان موجود قبل كده. وبصراحه انا شايف ان هو تصميم شيك جدا، لان انا اصلا كنت بحترم جدا تصميم الاكس اس والاكس اس ماكس والاكس، وغالبا التصميم ده هيكون قريب منهم، ولكن مع اختلافات زي ما قلت لكم ان الكاميرات هتكون بارزه مش النافذه كلها نفس الليفل. وده اول فرق هيكون ما بين سلسله ال 16 وسلسله ال 15، ان شكل الكاميرات هيتغير زي ما انا قلت لكم دلوقتي. تاني فرق ما بين الجهازين وفي التسريبات بيقول ان سرعه الشحن هتزيد شويه في سلسله ال 16 العادي و 16 بلس، هيبقى سرعه الشحن بتاعتهم اعلى شويه من 15 العادي وال 15 بلس. ولكن برضو التسريب ده انا مش واثق فيه بنسبه 100%، لان بكل بساطه انا شايف ان موضوع تطوير الشحن السريع هيكون في سلسله البرو اللي هو 16 برو و 16 برو ماكس. تالت حاجه حجم البطاريه نفسه هيتغير في الجهازين دول وهيبقوا اكبر من ال 15 العادي وال 15 بلس. ومن المتوقع برضو ان طبقه الحمايه اللي موجوده على الكاميرات من ورا هتتحسن شويه، بحيث ان نقائها هيبقى اعلى، فهتاخد تجربه تصوير افضل شويه من السلسله بتاعه ال 15. ولكن بقى يعني دي الحاجات اللي ظاهره قوي بالنسبه لل 15 وال 16 الاجهزه العاديه. فهل يستاهل التطور اللي انت شايفه ده او اللي احنا هنشوفه انك تستنى ال 16 العادي او ال 16 بلس؟ بكل بساطه وهي حاجه بديهيه جدا، انا هقول لك ما تستناش، لان الفروقات مش كبيره اطلاقا، والفروقات كلها جايه في الشكل العام. التطور الداخلي هيكون بسيط مش هيكون كبير، ده غير اصلا ان الاجهزه العاديه زي ما احنا بنشوف التطور ما بينها وما بين السنه اللي قبلها ما بيكونش كبير اطلاقا. يعني عندك مثلا سلسله ال 14 وسلسله ال 13، الفرق ما بين ال 13 العادي وال 14 العادي شبه ما فيش فرق، هو تحديث المعالج فقط، كل حاجه تانية واحد، ما فيش اي اختلاف. فانا من رايي اجهزه ال 15 العادي وال 15 بلس اسعارهم دلوقتي ممتازه جدا، وما اظنش ان اسعارهم هترخص عن كده، لان ال 16 العادي وال 16 بلس هينزلوا اصلا سعرهم غالي. طبعا انا بتكلم عن السوق في مصر حاليا، لان بره مصر انا ما اعرفش نظام السوق ايه، الاجهزه هترخص ولا لا الكلام ده. ولكن عندنا احنا في مصر اجهزه ال 15 العادي وال 15 بلس مش هتنزل ولا سعرها هينزل قبل مثلا 5-6 شهور، وكمان سعرها مش هينزل واو، ده سعره هينزل حاجات بسيطه جدا. ده غير ان ميزه مهمه جدا كنا مستنيينها، وهي ميزه الذكاء الاصطناعي اللي هيتضاف في الاجهزه الجديده. من المتوقع ان هي ما تضافش غير لاجهزه البرو فقط، وده شيء هيكون محبط نسبيا للاجهزه العاديه، ولكن احنا لسه برضو ما نعرفش ايه الكلام، هنشوف ده كله في المؤتمر. وطبعا انتظروا الفيديو بعد المؤتمر، هقول لكم كل حاجه جت في المؤتمر وكل حاجه جديده رسميا من ابل هتنزل في الاجهزه الجديده. فانتظروا يوم الاثنين اللي جاي بعد المؤتمر، والمؤتمر هيبقى الساعه 8، فان شاء الله الفيديو ممكن يبقى على 10 11 كده يكون جاهز. فزي ما بقول لك انا رايي بالنسبه للاجهزه العاديه، روح اشتري الجهاز دلوقتي ما تترددش خالص، مفيش اي مشكله، ما دام فلوسه جاهزه روح اشتريه. انا شايف ان مش هيحصل تطور كبير يستاهل انك تستنى. حتى موضوع مثلا ال 48 ميجا بكسل كده كده موجوده في ال 15 العادي، فمفيش اي مشكله من الناحيه دي. خلينا بقى دلوقتي نشوف سلسله البرو 16 برو و 16 برو ماكس، هل هيجي فرق ما بينهم كبير ما بين ال 15 برو وال 15 برو ماكس ولا الفرق مش كبير؟
اول حاجه هيجي فيها فرق كبير وهو المعالج الجديد اللي هو ال A18 برو. بيقولوا ان هيحصل فيه تطور كبير جدا بسبب كمان موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا ال A17 برو بيدعم الذكاء الاصطناعي، ولكن هيحصل فيه تطورات اكتر. هيدخلوا فيه الذكاء الاصطناعي اكتر. المعالج نفسه هيبقى قوته هيزيد بحوالي 20-25% عن المعالج اللي موجود، ده ان ما زادش اكتر. ولكن التسريبات كلها بتقول من 20 ل 25، وفي تسريبات بتقول هيبقى ازيد كقوه يعني كارقام بحوالي 40% من المعالج اللي موجود في ال 15 برو وال 15 برو ماكس. تاني حاجه مهمه جدا جدا، ودي بالنسبه لي هتبقى طفره في الايفونات، وهو الشحن السريع. ان اجهزه ال 16 برو وال 16 برو ماكس هيدعموا شحن سريع لحد 40 واط، وده بالنسبه لي خرافي. ممكن بالنسبه لناس تانية يقول لك ايه الرقم ده احنا في اندرويد وصلنا ل 120 و240 وارقام خزعبليه. ولكن بالنسبه لي انا كايفون، ان انا الجهاز بتاعي مثلا بيشحن 25 لحد 30 واط حاجه زي كده، وسريع بالنسبه لي. مش افضل حاجه، ولكن بالنسبه لي مكفي احتياجاتي، مش محتاج اكتر من كده. فلما يبقى 40 واط هيبقى الموضوع افضل كتير. حتى الشحن اللاسلكي هيتطور دلوقتي وهيبقى 20 واط، وده برضو تطور كبير، بحيث ان انت يعتبر هتشحن الاجهزه لاسلكي بنفس سرعه الاجهزه اللي بتشحن دلوقتي. يعني انت اصلا الشاحن الرسمي من ابل هو شاحن 20 واط اللي هو السلكي، فلما انت تيجي تشحن بقى وايرلس هتشحن بنفس سرعه الشاحن السلكي، فدي هتبقى ميزه قويه جدا في الاجهزه الجديده. تالت حاجه ودي خاصه بالتصميم شويه وبالاستخدام كمان، وهي حجم الاجهزه. ال 16 برو هيجي ب 6.3 انش، اما ال 16 برو ماكس هيجي 6.9 انش. وعكس طبعا الاجهزه اللي موجوده دلوقتي اللي بتيجي بحجم 6.1 انش و6.7 انش. هتقول لي طب الفرق ده بقى هيكبر الجهاز في ايدي، والجهاز مش هيبقى يعني هيبقى صعب في الاستخدام ومش هيبقى سهل ان انا استخدمه. فهقول لك بالعكس، الموضوع مش زي ما انت شايفه كده. لا، هم هيقللوا الحواف على قد ما يقدروا، يعني الحواف هتقل تاني عن سلسله ال 15، وبكده هيقدروا يستحوذوا على حجم شاشه اكبر مع زياده طفيفه في حجم الجهاز نفسه. يعني انت مش هتحس ان الجهاز زاد او وزنه كبر عن الاجهزه اللي قبل كده، بالعكس هتحس ان هم نفس الاجهزه، هيزيد حاجات بسيطه جدا. حتى الوزن ممكن يزيد 4 5 جرام مش اكتر. فالموضوع مش هيبقى سيء، لا بالعكس، الشاشه هتاخد شاشه اكبر ما يعتبر نفس حجم الجهاز، اختلاف طفيف جدا. وده طبعا بالنسبه لي هيكون افضل كتير ان انا هاخد شاشه اكبر، ففي الالعاب هتبقى افضل. في المحتوى طبعا مشاهده المحتوى هيبقى ممتاز. لما تتفرج على فيلم، بتتفرج على حاجه، اي محتوى تتفرج على الشاشه دي هتبقى مستمتع جدا وانت بتتفرج، لان حجم الشاشه كبير. وطبعا رابع حاجه واهم حاجه هيتم الاعلان عنها اصلا، او تم الاعلان عنها من فتره ولكن هتبدا تتطبق بقى مع الاجهزه الجديده، وهي الذكاء الاصطناعي. ان خلاص هيحصل في تعاون ما بين ابل وما بين شات جي بي تي، والتعاون ده هينتج عنه حاجه كده خرافيه. هم اتكلموا عنها باستفاضه في المؤتمر بتاع ابل اللي فات، فخلينا بقى نتكلم عليها لما تنزل ونجربها بنفسنا، لان انا لحد دلوقتي ما جربتش الموضوع ده خالص. فاما اجرب الموضوع ده بنفسي هقول لك ايه الاختلافات اللي انت هتحس بيها، وايه الحاجات اللي انت هتستمتع بيها وهتستفاد منها من موضوع الذكاء الاصطناعي. ولكن ده هيبقى اكبر تطور اصلا في الاجهزه الجديده. خامس حاجه بقى، حجم البطاريه برضو هيزيد في الجهازين عن الاجهزه اللي فاتت، وهيبقى استخدامهم اطول معاك وهيقعد فتره اكبر، وهتحس بالفرق فعلا عن سلسله ال 15. لان زي ما انتم عارفين سلسله ال 15 جت ظبطت موضوع البطاريه اللي احنا قابلنا كلنا فيه مشكله في سلسله ال 14، ولكن مش بالشكل اللي احنا كنا مستنينه. فعلى ما اظن سلسله ال 16 هتحسن ده بشكل اكبر كمان. وزي ما انتم عارفين ان ال 15 برو وال 15 برو ماكس كانوا بيجوا بكاميرا 48 ميجا بكسل اساسيه، ولكن ال 16 وال 16 اللي هو ال 16 برو وال 16 برو ماكس هيجوا بكاميرا الترا وايد 48 ميجا بكسل. يعني هيبقى الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد الاثنين 48 ميجا بكسل، وهيتم تطور كبير جدا على الكاميرا الاساسيه اللي هي 48 ميجا بكسل، بحيث ان انت تاخد صور شارب اكتر وصور المعالجه عليها افضل من قبل كده. اما بالنسبه لنسبه سطوع الشاشه، فمن المتوقع ان هي يعني في بعض التسريبات بتقول هتزيد لحد 2400 نتس، وفي ناس بتقول لا هتفضل لحد 2000 نتس. ولكن طبعا الكلام ده مش هنقدر نعرفه دلوقتي، ومش هنقدر نتاكد منه الا في المؤتمر ونشوف فعلا نسبه السطوع هتفضل زي ما هي ولا لا. وساعات اصلا قبل ما بتتكلمش عن الموضوع ده، يعني ممكن قبل ما تتكلمش عنه في المؤتمر، ولكن خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المؤتمر. ولكن خليني دلوقتي اجاوبك على السؤال اللي انت داخل اصلا عشان تعرف اجابته، وهو
هل انزل اشتري دلوقتي ال 15 برو وال 15 برو ماكس، ولا استنى ال 16 برو وال 16 برو ماكس؟ شفت الكلام اللي انا قلت لك على ال 15 العادي وال 15 بلس؟ هقول لك هنا عكسه. ليه؟ لان في تطور فعلا ملحوظ على اجهزه ال 16 برو وال 16 برو ماكس، فننتظر لما نشوف بقيه الحاجات اللي هيتم التطوير عليها، او الحاجات اللي اتطورت اكتر وبقت افضل. يعني عندك الحجم هيختلف، عندك كمان موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا هو هيبقى موجود برضه في 15 برو و 15 برو ماكس، ولكن استنى برضه لما نشوفه بشكل اوضح ونجربه والتحديث الجديد ينزل. طبعا ال 48 ميجا بكسل في الكاميرا الالترا وايد، سرعه الشحن، البطاريات الاكبر، كل دي حاجات هتخليني انا بصراحه مستمتع اكتر لما اروح لحاجه زي 16 برو او 16 برو ماكس، لما اشوف الكلام ده على ارض الواقع. فانا من رايي انك تنتظر الاعلان عن الاجهزه دي وتشوف التطورات، هل تطورات كبيره تستاهل ان انا استنى لما الاجهزه دي سعرها ينزل شويه ويستقر واروح اشتريها. انا دايما ما بشتريش الجهاز اول ما بينزل، بستنى عليه حوالي من شهر ونص لشهرين يكون سعره استقر نسبيا، وبجيب الجهاز واعمل لكم فيديو عنه يكون حتى سعره حنين عليها شويه، لان الاجهزه بتنزل سعرها غالي جدا في مصر في بدايه اطلاقها. فخلينا ننتظر مع بعض ونشوف ايه اللي هيتم في المؤتمر وايه اللي هيحصل، وهل في تطور كبير زي ما احنا متوقعين، ولا التطور هيبقى طفيف. وساعتها انا هاجي ساعتها اصلا في الفيديو بتاع المؤتمر اقول لك لا خلاص، ما تستناش الجهاز، ما تستناش تشوف اي حاجه، روح اشترك 15 برو او 15 برو ماكس. فزي ما بقول لك خلينا نستنى المؤتمر افضل. تاني حاجه بقى، هل الجهاز ده سعره هينزل لما 16 برو و16 برو ماكس ينزل ولا لا؟ لا، ومش لا في المطلق، لا يعني مش هينزل جامد، يعني مش هينزل قوي، يعني ممكن ينزل 1000 جنيه 2000 جنيه، والكلام ده كمان مش في اول الاطلاق، ده بعد شهرين من اطلاق الجهاز، لما الجهاز اصلا سعره يبدا يستقر في مصر. ساعتها هتلاقي ال 15 برو وال 15 برو ماكس سعرهم نزل شويه، وهينزل حاجات بسيطه جدا، يعني ممكن اقصى حاجه ينزل 3000 جنيه، ده يوم ما الجهاز هينزل سعره جامد يعني. فزي ما بقول لك خلينا ننتظر افضل المؤتمر ونشوف الحاجات الجديده. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديده. لينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.